السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في عرض آخر تطورات قضية الدكتور الصيدلي ولاء زايد. لكن في البداية بتمنى من الناس تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت نعمل لايك للفيديو ده، ولو أول مرة بتشوفونا شرفنا اشتراككم في القناة. في البداية بس كده أنا عايز أوصل للناس المغيبة حاجة مهمة جدا، وبعض الأمور عايز أوضحها قبل ما أعرض لحضراتكم كلام الزوجة التانية اللي هي الأستاذة ريم، والكلام اللي فيه حاجات مهمة جدا لازم تسمعوها ولازم تركزوا معاها، لأن كلامها مهم جدا. لأن بعض الناس بدأت إن هي تقول لك إيه بعد تقرير الطب الشرعي وبيان النيابة العامة، يقول لك مفيش حاجة أثبتت إن هم رموه، ده هو رمى نفسه. طيب بالعقل والمنطق في حد هيكون داخله حد عشان يغيته من اللي هو فيه ويقف متمسمر على عمود قدامه، وبعدها وبعد ضرب وإهانة 3 ساعات من الساعة 12 للساعة 3 يرمي نفسه؟ هل يعقل؟ هل في حاجة زي كده ممكن تحصل؟ هل ان واحد فرحان بجوازه وما كملش اسبوع عليه وبيرقص ومهيص هيرمي نفسه؟ ده كان فرحان بحياة زوجية جديدة، داخل على مرحلة جديدة وفرحان بيها. هل دماغه هتجيبه ان هو يرمي نفسه؟ الشخص اللي اتعذب واتقهر، ومين هو ابن المسؤول في الدولة اللي موجود معاهم؟ ايه يعني؟ ايه رتبة ابوك؟ ورتبة ابوك ايه في الدولة؟ شغال ايه في الدولة؟ في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار اتحكم عليه بالإعدام. انت هتكون ايه في الدولة؟ وايه اللي بيحصل في القضية؟ علشان الناس ما تبقاش مغيبة، وعلشان الناس ما تنساقش الى الاشاعات والترويج للاشاعات الكاذبة والترند على جثث الاموات كما قال المستشار نشأت عبد العليم. الكلام ده كله ما ينفعش. حق ولاء زايد مش هيضيع، لان لسه في شغل قانوني، لسه في شغل المحامين، لسه في شغل في القضية، واللي مجموعة جاستس شغالة عليه. المستشار نشأت عبد العليم ما اختفاش وما هربش وما فيش الكلام اللي بيروج واللي بيتقال ده كله. المستشار نشأت عبد العليم كان عامل عملية وحالته الصحية يعني ربنا يشفيه وراجع الايام اللي جايه، لكن في ناس شغاله معاه. والمستشار عزت اللي هو احد اقارب الدكتور ولاء زايد شغالين برضه في القضيه، فالقضيه مش هتتساب وحق الدكتور ولاء زايد مش هيضيع. ولفت نظري بعض التعليقات لسيده كاتبه في كومنت على احد الفيديوهات ام ولاء زايد السبب في اللي حصل له، لانها واضح ان هي ست جباره. ازاي هي السبب؟ ازاي ست جبارة؟ ازاي مفيش ام في الدنيا اللي خلقها ربنا بترضى لابنها ان يعيش تعيس، ان يعيش عيشة غير سوية؟ اي ام بتتمنى لابنها السعادة، اي ام بتتمنى ان ابنها يعيش مرتاح. ممكن تكون الزوجة هي اللي بتأسي زوجها على امه، لكن الام متأسيش الزوج. اي حصل بترجع ملهاش غير راحة ابنها. فاتقوا ربنا في الام اللي فقدت ابنها، واللي احنا بنقول لها احنا معاكي ومكملين معاكي لحد ما نرجع حق الدكتور ولاء زايد. وعمرنا في يوم ما هنخاف من حد، وعمرنا في يوم ما هنهدى الا لما نسمع كلمة الحق من المولى عز وجل ثم من القضاء المصري. فحق ولاء زايد مش ضايع، لسه في شغل كتير في القضية لسه ما بدأتش. مش علشان بيان النيابة العامة طلع وتقرير الطب الشرعي ممكن يكون في ثغرات وحاجات قانونية في تقرير الطب الشرعي لا انا ولا انت دارسين قانون نعرفها. المستشار نشأت عبد العليم يعرفها ويقدر يحلل كل شيء ويقدر يطلع كل حاجة ويثبت ان الدكتور ولاء زايد اتوفى او تم القائه. الكلام ده كله هتشوفه في الايام الجايه. الدكتور ولاء زايد ازاي واحد نط من على بلكونه نزل في الشارع، ما شفناش الدم، ما شفناش ايه اللي حصل، ما شفناش حاجه تفصيليه توضح لنا هو ازاي نط.
طب بصمات ايده على السور وهو بينط، هل الطب الشرعي كان موجود وخد بصمات ايد الدكتور ولاء وهو على البلكونه، ولا الدكتور ولاء كان حمامه وقف على البلكونه هوب طار ووقع في الارض؟ في غموض كبير في القضيه. فرجاء من جميع مقدمين المحتوى بلاش نضلل الناس، بلاش نلعب بعقول الناس. حق ولاء زايد مش هيضيع، بس نتكلم في الصح ونقول ان القضيه لسه فيها كتير ولسه في حاجات كتير هتظهر. الدكتور ولاء زايد واللي انا متيقن ان الدكتور ولاء زايد اتوفى قبل ما يتم القائه، والكلام ده نادر يكون صح ونادر يكون غلط، بس انا دي وجهة نظري، وده انا مطمئن لحاجه زي كده ومتاكد منها. بالنسبه لي انا من الاحداث اللي بشوفها، من تحليل من الاحداث، من كل شيء، واللي حطينا في الوضع ده تقرير الطب الشرعي انه ما اثبت لناش ايه هو السبب المؤدي للوفاه، ولكن في ضرب وفي تعذيب وفي ترويع، الكلام ده كله تهمه برضه. القضيه في محكمه جنايات مش محكمه جنح. مش هنقول حق ولاء ضاع لانكم انتوا لسه ما شفتوش القضاء هيعمل ايه. ايا كانت سلطه المتهم اللي معاهم اللي بيقولوا ان هو ابن مين ولا مش ابن مين، احنا دلوقتي محدش فوق القانون، مفيش حاجه اسمها ده ابن مين ولا ده بنت مين. اللي بيغلط بيتحاسب. ويمكن برضه اكررها حضراتكم، شفتوا في قضيه المذيعه شيماء جمال لو في وسايط كان عدى منها، كان عدى الاثنين اللي عملوا كده في شيماء جمال، ولكن اتحاسبوا. كلامي بقى النهارده وفي رساله عايز الناس تركز معايا، علشان الناس قالت ان هو اتصل او ما اتصلش كمان بمراته التانية وما طلقهاش، والكلام اللي بيتقال ده كده. طيب انا عايزك تسمع كلام الزوجة التانية اللي حياتها اتدمرت قبل ما تبدأ، عايزك تسمعه وتركز معاه، لان الكلام ده مهم جدا ان انت تركز فيه. ويا ريت بعد ما تسمعوا كلام الزوجة لو شايفين ان هي بتحور علينا في حاجة، انا مستنيكم في التعليقات. ولكن الست دي انا مصدقة في كل كلمة بتقولها، ولازم الكلام ده انتوا تسمعوه وغيركم يسمعوا، علشان يكون متأكد ان الدكتور ولاء زايد عانى اشد المعاناة واتقهر وهو ايه؟ وهو جوه شقته وهو بيتهان قدام مراته وفي 7 موجودين عليه. اسمعوا الكلام ده ومستنى رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم. أستاذة ريم، علاقتك بدأت ازاي بالدكتور ولاء زايد؟ علاقتي بدأت بالدكتور زايد ولاء زايد كان والدته، هو تقدم بان هو يتقدم طلب الزواج مع لوالدي والدتي عن طريق والدته. طلب اهلي عرضوا عليا الامر. قعدنا نظرا لان هم في معرفه شخصيه مع الوالده والاهل، فاحنا اطمئنانا للوضع وان هو من البلد، فاحنا اطمنا وانبسطنا ان في حد امان عارفينه شخصيا وعارفين بيتهم وعارفينهم كويس. فبدأنا خلاص كان موافقة مبدئية، وبدأت أتكلم معاه مرة واثنين وثلاثة، وقعدنا فترة نتكلم. هو كشخصية محترمة جدا جدا وإنسان خلوق جدا، أنا عندي كمبدأ اللي هو كبر بوالديه عنده عالية جدا، عنده أهله يعني والدته والده الله يرحمه بر بيهم جدا. فكان بالنسبه لي اللي بيبقى بر بوالديه طبعا يعني اللي ملوش خير في اهله هيبقى ملوش خير في حد، فطبعا خيره على اهله وتربيته العاليه دي اكيد هيبقى ليه خير فيا. فبدانا لغايه ما نزل، اقترحت عليه ان هو ينزل ونشوف بعض ونقعد مع بعض ونتقابل عشان ناخد قرار بقى. اللي هو كل ده كان رايي يعني بدايه كان موافقه مبدئيه. بعد كده لما نزل يعني كل ده ثبت على الحقيقة إنسان بمعنى الكلمة، إنسان مسؤول. أنا كان نفسي في راجل مسؤول، راجل بمعنى الكلمة، إنسان خلوق محترم خير على خلق.
مسؤول، حاسس ان هو مش هو اللي حد بيقوده، لا، راجل هو قراره من نفسه، بيراعي ربنا قوي، بيتقي ربنا جدا. يعني دي حاجات مش سهله ومش بسيطه ان انا الاقيها في اي حد في الوقت ده. فخلاص احنا تمت الموافقه النهائيه وبدانا نرتب ترتيبات الكتب كتاب الزواج. طيب يعني خليني اسال واسمحي لي اسالك السؤال ده، ايه اللي خلاكي توافقي على ان انت تتزوجي براجل متزوج؟ والله هو كإنسان محترم، كإنسان كشخصيا كدكتور ولاء، إنسان يعني فوق الوصف، إنسان بمعنى الكلمة، خلوق. إيه اللي يخليني ما وافقش على واحد بر بولدي، راضي بيراضي أهله ناس محترمة على خلق. إيه اللي ما خلينيش إن أنا أرضى بيه كإنسان مسؤول. ما تخوفتيش ان ممكن يبقى في مشاكل مع الزوجه الاولى؟ هو الدكتور ولاء بصراحة كان بعيدني كل البعد عن أي تفاصيل ما بينهم، عن أي مشاكل ما بينهم. حتى كان بيقول لي أنت مش هتحسي بأي حاجة إن في زوجة تانية، أنت هتحسي إن أنت الزوجة الأولى والأخيرة. فأنا احترمت كده، وبالعكس أنا ما رضيتش إن أنا أتدخل في أي يعني، أو إن أنا يبقى ليا كلام، أو إن أنا أفتح في موضوع حاجة زي كده، لأن هو احترمت رأيه. خليكي بعيدة، هو دايما بعيدني، فاحتراما لي عملت كده عشان حياتنا تستمر، على ما بقاش انا حاطه بقى التفكير في حياتي تانية عشان ما يأثرش على حياتي بعد كده. الناس اللي بتهاجم الأستاذة ريم وبتقول ازاي توافقي على الزواج بزوجة أخرى، توافقي على الزواج برجل متزوج، ازاي توافقي انك تبقى زوجة تانية، تقولي ايه للناس دي؟ يعني انا قلت يعني بقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انتوا اذيتوني اكتر ما انا مأذيه عليه. انا لا لحقت افرح ولا لحقت، انا حاسه ان انا عايشه في كابوس، لا عارفه اعيش فيه ولا اتاقلم فيه ولا عارفه يعني افوق منه. انا كنت عايشه فرحه حلوه جدا، كنت عايشه كويسه جدا معاه. إذ فجاه بنجهز تجهيزات كتير جدا للفرح وللجواز، وان انا هسافر له وان انا هبقى معاه والترتيبات كل ده معاه. فجاه لقيت نفسي مفيش اي حاجه خالص. كل واحده تحط نفسها مكاني. يعني انتي لو فكرتي شويه وحسيتي، انتوا مسكتوا في رد الفعل وسبتوا الفعل، سبتوا اي حاجه واي ملابسات حصلت قبل كده واي مشاكل هو مر بيها، ومسكتوا في الفعل ان هو اقام حلال الله. هو ما عملش حاجه ولا انا عملت حاجه. يعني ليه يعني ده حلال ربنا. هو ما عملش حاجه بعد سنين تعب وهو مش مستقر. والله واحد عايز يكون اسره وعايز يستقر وعايز يعيش عيشه كويسه، عايز زوجه، وهو اختارني. ليه لا؟ ليه مسكته في رد الفعل ان هو اتجوز وعمل حلال ربنا، ما عملش حاجه غلط، وطول السنه لوحده وما فيش حد معاه. ليه مسكته في رد الفعل وسبت الفعل بكل المأساة اللي حصلت قبل كده وبالطلقتين بكل حاجه حصل بيها بالمشاكل اللي حصلت بيه؟ ليه يا جماعه؟ حطوا نفسكم مكاني، حطوا نفسكم مكان الشخص اللي هو عايز يرتاح، عايز يكون اسره، عايز يستقر نفسيا. اكيد مفيش، ده مش حرام ولا غلط. طيب خليني اروح للترتيبات اللي كنتوا مرتبينها للحياه الجديده والحياه المقبله في زواجكم، كنتوا مرتبين عليه؟ الاسبوع اللي نزل فيه ده كان هو مبسوط جدا وانا مبسوطه جدا. كان بدايه ترتيبات ان احنا شفنا بعض وخلاص خدنا القرار ان احنا نكمل مع بعض. تاني يوم رحنا نقينا العفش، وبعدها تجهيزات. هو بدأ بنفسه يجهز تجهيزات المأذون والورق. بعد كده بدأنا كتب الكتاب. يوم كتب الكتاب ده كان بالنسبة له زي فرح ومبسوط. اتغدينا مع بعض وبدأنا نجهز احنا الاتنين ترتيباتنا مع بعض، نجهز لي بالليل عشان كتب الكتاب، ومبسوطين وفرحانين وبنرقص وعيشنا ليلة حلوة جدا. وماشي من يوميها عندي الساعة 3 الفجر بالليل. تاني يوم كلمني قال لي ريم تعالي انا هاجي اخدك عشان تشوفي ترتبي شقتك ازاي وترتبي العفش زي ما انت عايزه. وبدانا فعلا، انا رحت ورتبنا العفش في بيت والده هنا في الشهداء. بدانا نرتب كل حاجه مع بعض والعفش. ورجع سهر معايا لغايه 2:30 وبقى مبسوط جدا. بيقول لي انا مش عايز امشي بس احراجا من اهلك. انا مش عايز امشي عشان بس اهلي ما يبقاش محرج منهم. هو كان انسان ذوق جدا.
اخر يوم ده كنا مع بعض، كان رحنا قضينا اليوم كله في شبين، ورحنا جبنا النجف واتغدينا مع بعض، وكان يوم حلو جدا. وحتى بيقول لي ان انا اخترت كزوجه وسند، مش كزوجه بس وكشكل بس، لا انا اخترت كزوجه وسند معايا واهلها معايا، لغايه ما جه هنا وسلم عليا وسلم على اهلي. وحتى انا كنت يعني بقول له ايه، يعني انا عايزاه يروح يشوف ابنه ويطمن عليه كحق من حقوقه، برضه انا ما اقدرش اجي ناحيتها نهائي، بالعكس ده ابنه ده على راسي. لقيته طب استنى لتاني يوم، احنا خلاص المغرب عدى، مشي الجمعه الصبح. قال لي لا مش هينفع، انا همشي. مشي الخميس بالليل، وحتى هو في الطريق اطمن عليا. كنت ساعتها بجيب السجاد، المفروض هروح اوديه عند الجامعه، وعفشي انا ذات نفسي راح هناك بكراتين، وهناك في شقتي هناك. كان المفروض ان انا هفرش كمان كام يوم بعدها. تاني يوم بعدها بيومين حصل حاله وفاه عندنا. بدأ كل شويه يطمن عليا، انتوا عاملين ايه، انتوا كويسين، طب انت كويسه. بدأت اطمن عليه لغايه يوم الحد، وحتى انا بعت له رساله قبلها المغرب كده، قلت له ولاء انت كويس، انا عايزه تبعت لي صوت بلاش شات، انا ابعت لي، انا عايزه اسمع صوتك. ده يوم الحد اللي هو قبل يوم الجريمه؟ ايوه يوم الحد. تمام. كلمني بالليل، يوم الحد بالليل، ايه ولا انت كويس؟ قال لي الحمد لله انا كويس، الدنيا تمام، الوضع كويس. قال لي بكره الحقي، قلت له الاسايم وصلت. قال لي ابتدي جهزي حاجتك وجهزي ورقك عشان الحق ابعت لك. وبكره تاني، بكره اللي هو يوم الحادثه او يوم الواقعه، قال لي انا مسافر بالليل، هقضي كام مشوار وبالليل هكلمك وانا رايح للمطار، لان هو عارف ان انا ببقى على تواصل معاه لغايه ما يوصل البيت واطمن عليه ان هو روح. طيب يا ولاء انت دفعت فلوس مصاريف يونس؟ قال لي ايوه انا دفعتها والدنيا كويسه مفيش اي حاجه. خلاص احنا قافلين على كده، الدنيا كويسه جدا. ليله الجريمه، يوم الجريمه بقى ده يعني اسوأ يوم في عمري اكيد. يعني تاني يوم لقيته فاتح ظهريه كده الساعه 12 وربع. بقول له صباح الخير زي كل يوم. قال لي ريم شوفي حد من اخواتك يعرف حد في اسم حلوان بسرعه ضروري. فبقول له في ايه؟ قال لي جايبين لي بلطجيه البيت. انا بقيت اجري على اخواتي يتصلوا يعرفوا حد يكلموا حد، اكلم والدته تقول لي انا رايحه له في الطريق. بقينا بنجري زي المجنونه مش عارفين نوصل. بعدها شويه لقيته بيتصل بيا، بيقول له ايه ولا ايه اللي حصل في ايه؟ فبيقول لي ريم عايزين يمضوني على كل حاجه، والموبايل بعدها قفل. الحاجات دي كلها حصلت في فواصل دقايق. بعدها بدقايق برضه لقيته اتصل بيا تاني يقول لي ريم، وكان متردد يقول لي حاجه، ريم انا هطلقك وابعت لك القسيمه. فطبعا يعني طب ايه ولا طب ايه؟ قال لي ثانيه واحده، سامعاه بينادي عليه، بيقول سامعاه بيقول في واحد بيقول له ايه في ايه، انا بنادلها يا ريماء تعالي. فهي عايزه تتاكد، فبقول له مين، بتقول له مين، فهي عايزه تتاكد ان هو بيكلمني انا مش بكلم حد تاني. قلت لها انا مرات الدكتور ولاء. فقالت لي وانا كمان مرات الدكتور ولاء، هو عرفك باللي هيحصل في الطلاق؟ قلت لها ايوه. قفلت السكه. في ثواني برضو بعدها بدقايق اتصل بيا تاني كانه متردد مش عارف يتصرف ازاي. بيقول لي ريم طب انا هطلقك، طب فين باباكي، فين اخواتك؟ ساعتها احنا في حاله الوفاه، انا بره مش موجوده. قلت له بص يا ولاء، يعني انا من خوفي من الوضع، ولاء طلقني وانجب نفسك، طلقني وانجب نفسك. كان ساعتها احد اقاربي موجود، خد التليفون منه قال له طب اطلب النجدة. قال له انا طلبتهم مرتين 2 ومحدش جه. طيب اقفل على نفسك كويس. قال له هم حواليا في كل حته. طب فقال له طب ابعت اللوكيشن، ودي كانت اخر رساله بعتها لي. بعت اللوكيشن، بعدها لقيت رقم قفل، بعدها لقيت رقم غريب اتصل بيا، والد ريماء، بيقول لي انا عايز اعرف الرقم ده بتاع مين. قلت له حضرتك للطالب. قال لي هو انت ريم؟ قلت له ايوه. قلت له استشفيت ان هو والد الدكتوره ريماء. قلت له حضرتك والد الدكتوره ريماء؟ قال لي ايوه. انا عايز اعرف هو عقد عليكي امتى، يوم 16 ولا 17 ولا 18؟ قلت له حضرتك بتخيرني؟ قال لي لا انا ما بخيركيش، بس انا بجيب حق بنتي. قلت له ما حدش جه هنا حق بنت حضرتك في حاجه. قال لي لا انا بجيب حق بنتي. والموبايل فصل. دقايق وكانت اخر مكالمه بيننا اللي هو لقيت ولاء بيكلمني،
ريم انت طالق. وده معرفش يعني هو فصل الموبايل، فصل، وخوفي ان انا اتصل بيه لان انا شايفه الوضع في حاجه غلط. وكله عمال يجري وعمال يحاول اتصالاته، واتصل بوالدته عماله رايحه في الطريق لان المسافه بعيده جدا ما بين المنوفيه والشهداء وما بين حلوان، عماله تتكلموا برضه ما فيش. ودي كانت اخر حاجه يعني كانت. لما وصلك خبر وفاه او خليني اقول مقتل الدكتور ولاء زايد زوجك، أيوة. لحظه وصول الخبر دي كانت عامله ازاي؟ استقبلتي الخبر ازاي؟ انا كنت قبلها عماله اصلي وادعي ربنا واكلم والدته ان انا احاول يوصلوا لاي حاجه. لما والدته كلمتني قالت لي عليه العوض ومنه العوض، رموه من الدور الخامس. انا تقريبا كنت في عالم تاني، انا كنت في عالم بمعنى الكلمه، في عالم تاني. مش كل حاجه في الارض، كل حاجه اتهدت، كل حاجه ما بقتش موجوده. بعد ما انا عماله اجهز في ورقي واجهز في ترتيبات انا ليا هناك معاه باحلام وترتيبات زواج، ده كله مفيش خالص، ده كله راح. ما اعرف يعني، حسبي الله ونعم الوكيل. استاذه ريم، الخمس ايام هم 5 ايام صح؟ ايوه ال5 ايام ما بينك وما بين الدكتور ولاء زايد، حسيت انك عوضتي؟ الحمد لله يعني هو ذات نفسه كان مبسوط جدا، هو ذات نفسه كان فرحان جدا، يعني يقول لي انا مبسوط انا فرحان. هو كان يعني هو كان دايما عمال هو شخصيه كمرحه، عمال يضحك ومبسوط وفرحان. وحتى اخواته ووالدته يكلموني يقولوا لي احنا ما شفناش ولا مبسوط كده من سنين بالفرحه اللي هو فيها دي. يعني انا حتى كنت جايبه له ميداليه، هو من مشجعين الزمالك، حتى كنت جايبه له ميداليه للزمالك. يقول لي دي منك حاجه عندي، شوفي انت بتدوري على اي حاجه انا بحبها وبتعمليها، دي عندي حاجه بالدنيا. انا بحب اللي فيك حاجه. استاذه ريم، عايزه ايه؟ انا عايزه حق جوزي، يعني انا واثقه في قاضي السماء والقضاء المصري، وواثقه في المستشار نشأت والنيابه العامه، وواثقه ان حق جوزي هيرجع، عشان الوجع اللي جوايا والله العظيم ما حد حاسس بيه. كله بيقول انت عندك ثبات، بس ربنا يعلم انا بعدها ببقى عامله ازاي. حسبي الله ونعم الوكيل.